لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشايخنا الرجلاء الأفاضل، أيها الحضور الكريم، بقلوب محزونة شجية ونفوس مطمئنة بحكم الله راضية مرضية، نجتمع اليوم في هذا الموقف المؤسف الجلل لنودع الشيخ الشاب أبا ريان رامي عزقي رحمه الله، بعد أن قضى نحبه ضحية للعنف الظلامي المنتشر في الشوارع والبلدات والبيوت. في مثل هذه المواقف الصعبة نجدد صوتنا المنادي بكل استنكار ونفور، لاعنين من يوقد نار الفتن بين الناس، ومن يركب الجهل والطيش فيحلل له الشيطان أن يتعدى على الناس ملحقا بهم جرحا أو أثرا أو قتلا، متناسيا الحديث الشريف: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. فأي كبيرة هي أعظم عند الله من إزهاق دم الأبرياء وإيتام الأولاد وقهر الآباء والأمهات؟ أي خطيئة هي أعظم من هتك حرمات البيوت وقتل الناس على مداخل أبوابها؟ إنها والله فتنة، أولها غضب عند الخلق وآخرها عقاب عند الخالق جل وعلا. وإننا إذ جئناكم اليوم لنشاطركم ألم هذا الحادث الغادر الغاشم، نكرر ما سمعناه عن محاسن فقيدنا، ونردد ما وصلنا من مآثره وأخلاقه، ومد يد المساعدة للغير عند الحاجة، مستعينا على ذلك بطيب اللسان وحسن المعشر والإخلاص للإخوان. ليفارقنا اليوم شابا بعد أن تمم واجباته ليستحق بذلك نيل الشهادة الدينية، وهي أسمى ما يأخذه الإنسان من دار الفناء إلى دار البقاء. في مثل هذا الموقف نناشد الجميع